بيبدأ فيلمنا في ولاية كاليفورنيا سنة 1821، وده أثناء الثورة اللي قام بها الأهالي على الحاكم رافائيل، واللي كان لسه هيعدم 3 فلاحين بدون أي سبب علشان البطل القومي زورو يسلم نفسه. وبنشوف لويز رسول ملكة أسبانيا وهو داخل على الحاكم رافائيل علشان يسلموا أمر من الملكة بالرجوع لأسبانيا، وبين الثوار بيكون في طفلين صغيرين جواكين وأليخاندرو، واللي كانوا مستخبيين تحت عربية وبيتفرجوا على اللي بيحصل، وكانوا متأكدين إن زورو لازم يظهر علشان ينقذ الناس المظلومة. لكن الكاهن بيمسكهم وبيطلب منهم يروحوا يستخبوا في الكنيسة، وأثناء ما هم رايحين ناحية الكنيسة بيخبط أليخاندرو في راجل مقنع وبيكتشف إن ده زورو، فبيروحوا الفرحة في عينيه لأخوه وبيقول له أنا شفت زورو. وعلى منصة الإعدام بنلاقي الجنود على وشك يقتلوا الفلاحين ال3، لكن قبل التصويب بيظهر زورو وبيشد البنادق بالحبل ناحية قائد الجنود اللي الجنود بيقتلوه بالغلط، وبعدها بيهجموا على زورو، لكن هو كان مقاتل ملوش حل. ومن بعيد بنلاقي مجموعة تانية من الجنود كانوا عاملين كمين لزورو ومستخبيين في برج الكنيسة، لكن أليخاندرو وأخوه بيوقعوا فوقهم تمثال ضخم وبيحموا زورو منهم، والفلاحين بيتشجعوا وبيهجموا على الجنود. أما زورو فبيروح يشكر أليخاندرو وأخوه وبيدي السلسلة بتاعته هدية لجواكين. بعديها زورو بيدخل قصر رافائيل وبينقش على رقبته حرف زد بالسيف، وبيخرج بسرعة على حصانه الأسود وبيروح لبيته. وأول ما بيوصل بيدخل على بنته اللي لسه مولودة جديد وبيطمن عليها وبيسمح للمربية تمشي، وبيقعد يحكي للبنت عن مغامراته، وبنعرف إن اسمه الحقيقي دييجو. أما زوجته فكان اسمها سبرانزا، واللي كان بيظهر على وشها القلق دايما لأنها كانت خايفة عليه من كتر المعارك اللي بيقوم بيها، وفعلا كان خوفها في محله. ورافائيل والجنود اقتحموا عليهم البيت لأن رافائيل كان شاكك إن دييجو هو زورو، وبيتأكد كمان لما بيشوف الجرح اللي في دراعه، فبيؤمروا الجنود إنهم يعتقلوه. لكن طبعا بتقوم بينهم معركة مش سهلة، وقبل قائد الجنود ما يقتله بتيجي سبرانزا قدامه وبتموت مكانه، فرافائيل بيخلص على قائد الجنود لأنه كان بيحب سبرانزا وكان نفسه يتجوزها زمان. ولما دييجو بيسمع صوت بنته بتعيط بيجري عليها، لكن رافائيل بيضربه على دماغه وبيغمى عليه، وبعدها بيقرر رافائيل ما يقتلوش ويسيبه يعيش بحسرته بعد ما قتل مراته وأخد منه بنته. وبعد شوية دييجو بيفوق فبيلاقي نفسه جوه قفص حديد وبيته بيولع، ورافائيل أخد بنته وماشي بيها قدامه. وبتمر السنين وبيعدي 20 سنة، وبنلاقي أليخاندرو وأخوه جواكين أصبحوا حرامية، وبنشوف جاك واخدهم ورايح يسلمهم للشرطة علشان ياخد مكافأة القبض عليهم. لكن بعد شوية بنكتشف إن جاك معاهم وإنهم كانوا عاملين كمين للشرطة علشان يسرقوا الحاجات اللي مع العساكر. لكن الصدمة إنهم أول ما بدأوا الهروب كان قائد الجيش محاصر المكان كله، وأول ما بدأوا الجري ضرب جاك في رجله وبعدين ضرب جواكين، وجواكين بيأمر أليخاندرو يهرب من المكان بسرعة. وبيوصل قائد الجيش لجواكين، وقبل ما يقتله بيطلع جواكين مسدسه وبيقتل نفسه علشان ما ينولش شرف قتله. لكن قائد الجيش بينزل من على حصانه وبيقطع راس جواكين وبتقع سلسلة زورو من رقبته. ولما بيمشوا بيرجع أليخاندرو لنفس المكان وبياخد السلسلة وبيقعد يعيط على موت أخوه. بعد كده بنشوف واحد مخبي وشه مع الجنود ورايح ناحية السجن، وبنعرف إن ده رافائيل رجع تاني من أسبانيا، وأول حاجة عملها إنه كان رايح السجن علشان يطمن إنه زورو مات أو يقتله لو عايش. لكن زورو كان شكله اتغير في 20 سنة اللي فاتوا دول، وبكده قتل رافائيل شخص غلط. وهنا قرر زورو يواجه رافائيل للمرة التانية، فقتل جندي وأخد مفاتيحه ونام مكان السجين المقتول، والعساكر دفنوه بدل القتيل، فكده قدر يهرب من السجن. وتاني يوم الصبح بيدخل رافائيل الولاية في حفل رسمي وبيستقبله لويز وكبار رجال الأعمال، وبيقول للناس إنه رجع تاني علشان يساعد كاليفورنيا إنها تستقل عن أسبانيا. وبيكون زورو واقف في وسط الناس، وقبل ما يهجم عليه بتظهر بنت رافائيل، واللي زورو بيكون متأكد إنها إلينا بنته هو مش بنت رافائيل. ولما بندور على أليخاندرو بنلاقي إنه هو راح البار وفضل يشرب لغاية ما كل فلوسه خلصت، وبيقرر يبيع السلسلة اللي زورو اداها لأخوه علشان يشرب بتمنها. لكن زورو بيظهر وبيمنعه، ولما سأله انت جبت السلسلة دي منين؟ قال له دي كانت بتاعت أخويا اللي مات. وشوية وبيظهر هاريسون، وقتها أليخاندرو بيتعصب وبيجري عليه بالسيف، لكن زورو بيمنعه وبيقول له الأول لازم تتدرب علشان تقدر تجيب حق أخوك، وأنا اللي هساعدك تتدرب. فبيسأله أليخاندرو وبيقول له طب وانت هتساعدني ليه أصلا؟ وقتها بيشاور زورو على السلسلة وبيقول له لأن أنا مدين ليك انت وأخوك بحياتي زمان. فبيتصدم أليخاندرو وبيتأكد إن ده زورو، وبيعرف إنه رجع تاني بعد ما الكل افتكر إنه مات. وزورو بياخده للمكان اللي كان بيتدرب
اتدرب فيه زمان، وبيبدأ يدربه وبيديله كل خبراته في القتال واللي بتأهله علشان يكون زورو المستقبل. وبعد فترة قصيرة بيقدر أليخاندرو يبقى زورو الجديد، وكمان بيتفوق على زورو القديم. وفي يوم بيخرج زورو ومعاه أليخاندرو للسوق، وبيكون الجنود جايبين حصان بري اسود شبه الحصان تورنيدو بتاع زورو زمان، وبيكون هايج جدا، لكن أليخاندرو بيقدر يهديه وبيعجب كمان بيه. فبالليل أليخاندرو بيلبس قناع زورو وبيقرر يروح يسرق الحصان. ولما بيدخل اسطبل الخيول بيقابل إلينا وبيظهر عليها الإعجاب بيه، علشان كده مش بتبلغ عنه الجنود وبتسيبه وبتمشي. وهو أول ما بيركب الحصان بيرجع الحصان يهيج تاني، وكمان بيدخل على الجنود وبيدمر المكان بتاعهم. فبيتجمع الجنود على أليخاندرو لكن مش بيقدروا عليه، وكمان بيقدر يدمر المكان بالمدفع اللي كان في مخزن المعسكر. ولما النار بتشتعل في كل مكان بيجري بسرعة وبيهرب على الكنيسة، وهناك الكاهن بيخبيه في غرفة الاعتراف. وبتيجي إلينا وبتفكره الكاهن، فبتعترف له إنها معجبة بأليخاندرو. وشوية وبيوصل هاريسون ورجالته للكنيسة علشان يدوروا على أليخاندرو اللي بيكون هرب وأخد الحصان ورجع لزورو. وزورو أول ما بيشوفه بيغضب منه جدا لما عرف إنه لبس الماسك علشان يسرق الحصان، وقال له إنه زورو كان بيساعد الناس وما كانش حرامي ولا بيدور على شهرة. فأليخاندرو اتضايق منه جدا وقرر يسيبه ويمشي، لكنه بينادي عليه وبيقول له إن رافائيل عامل حفلة بكرة وإنت لازم تدخل الحفلة وتكون جاسوس عليهم. استغرب منه أليخاندرو وقال له طب أنا هدخل الحفلة إزاي؟ فزورو بيقول له هتدخل على إنك راجل غني من طبقة النبلاء وجاي من أسبانيا. وأليخاندرو طبعا عجبته الفكرة، وتاني يوم بيروحوا الحفلة مع بعض. وزورو بيعمل دور الخادم بتاع أليخاندرو، وده لأن رافائيل عمره ما هيبص على خادم أبدا. ولما رافائيل سأل أليخاندرو أنت تعرفني منين؟ قال له إنه لسه راجع من أسبانيا وإن الملكة دايما بتقول عليك كلام عظيم. فرافائيل بيشكره وبيعرفه على إلينا بنته. وبعد شوية بتيجي إلينا وبتطلب من أليخاندرو يقعد معاهم على سفرة الحاكم والأعيان، واللي طبعا ما ينفعش يقرب منها زورو لأنه خادم. وده بيسمح لزورو يتسلل جوه القصر، وبيوصل لغرفة رافائيل وهناك بيشوف لويس وهو بياخد صندوق فيه ورق مهم. أما أليخاندرو فبيكون قاعد مع رافائيل واللي بيبدأ يطرح على الأعيان والأسياد فكرة استقلال كاليفورنيا. وفي اللحظة دي بيقف واحد من الأعيان وبيقول له إن من الصعب إننا ندخل في حرب مع سانتانا ملك المكسيك علشان نطلب منه الاستقلال، لكن رافائيل بيقول له إحنا مش هنحارب، إحنا هنشتري منه الولاية. فنفس الشخص بيقول له طب هنشتري الولاية منه ازاي واحنا معناش فلوس؟ وهنا رافائيل بيقول له خلينا نتجمع بكرة الصبح وانا هعرفكم هنجيب الفلوس منين. وتاني يوم الصبح بيركبهم رافائيل عربيات مقفلة وبيوديهم على منجم دهب كبير جدا، وبيعرفوا ان الدهب ده في ارض سانتانا. لكن رافائيل حط على السبايك ختم اسبانيا علشان يغش سانتانا ويقدر يشتري منه الولاية. وجاك بيكون واحد من العمال اللي في المنجم ده واللي بيتريق على هاريسون والأعيان، وبينط بسرعة في اتجاه هاريسون علشان يقتله، لكن هاريسون بيضربه بالنار وبيموته. بعديها هاريسون بيلاحظ تأثر أليخاندرو بموت جاك، فبيشك فيه وبيطلب منه يقابله في مكتبه أول ما يرجعوا. وفي الوقت ده كان زورو في الاسطبل وقابل إلينا وسألها عن مامتها، وهي قالت له إنها ماتت وهي بتولدها. ولما بيتكلموا شوية مع بعض بتحس إلينا إنها سمعت صوته قبل كده. بعدين بتخرج تتمشى في السوق والمربية بتاعها بتشوفها وبتعرفها، فبتقول لها المربية إنها بنت دييجو وسبرانزا، لكن طبعا هي مش بتصدقها وبتعتبرها مجنونة وبتسيبها وبتمشي. وأليخاندرو لما رجع راح لهاريسون على مكتبه، وكان هاريسون لسه شاكك فيه. فأول ما بيدخل عليه بيطلع له برطمان فيه راس أخوه علشان يستفزه، لكن هو بيتمالك أعصابه وبيحاول يظهر أكنه مش متأثر. لكن هو لما بيخرج بره بيكون في غاية الغضب، وبيروح لزورو وبيعرفه إنه لازم ينتقم لأخوه في أقصى سرعة. وقتها بيغضب زورو وبيقول له أخوك خلاص مات، إحنا لازم ننقذ الناس اللي في المنجم، وبيطلب منه يروح يسرق الخريطة اللي هتوصلهم للمنجم. وبالليل بنشوف رافائيل وهاريسون وهم بيتناقشوا، فجأة بيضرب جرس بصوت عالي، ولما بيخرجوا بيلاقوا حرف زد منقوش بالنار، فبيتصدموا لأنه زورو رجع تاني. وفي وقت ما هم مصدومين بحرف الزد بيدخل أليخاندرو وبيسرق الخريطة من وسطيهم، ورافائيل بيكون مرعوب جدا من زورو وخايف لا يبلغ سانتانا بالذهب اللي هم بيسرقوه من أرضه. وقتها بيقترح هاريسون تفجير المنجم بالعمال اللي فيه، وبكده تدفن كل حاجة وما يبقاش فيه أي دليل. ورافائيل مش بيرد عليه وبيطلب منه ياخد الخرايط ويروح يعينها. وقتها بيكتشف هاريسون إن الخرايط اتسرقت،
ولما بيلف وشه بيلاقي واحد وراه ورافع عليه السلاح، وبيجي الحراس بسرعة فبيطلب منهم أليخاندرو يخلوا وشهم للشباك وبيضربهم وبيوقعهم من الشباك. بعدين بيدي لهاريسون سيف وبيبارزوا بعض، وأليخاندرو بيقدر يتغلب عليه، وقبل ما بيقتله بيجي رافائيل وبينقذه، وأليخاندرو بيقدر يهرب منهم، وكمان بيقدر يهرب من الحراس على بره القصر وبيطلع يجري في الغابة. لكن الحراس مش سايبينه، وهو بمهارته بيقدر يوقعهم كلهم من على الإحصنة، وآخر واحد فيهم بيخبط في شجرة. بعدين بيروح لزورو وبيعرفوا من الخرايط مكان المنجم. وقتها زورو بيقول له المنجم مهمتك لوحدك، أنا مش جاي معاك، أنا هروح أنقذ بنتي. والكلام ده بيعصب أليخاندرو، لكن زورو فعلا بيسيبه وبيروح لرافائيل وبيحط السيف على رقبته وبيطلب منه يجيب إلينا ويقول لها الحقيقة. وفعلا رافائيل بيطلب من هاريسون يجيب إلينا، لكنه بيكذب عليها وبيقول لها إن دييجو ده راجل مجنون وكان عنده بنت في نفس سنها وفقدها. لكن إلينا بتكون ذكية وبتقدر تربط الأحداث مع كلام المربية، خصوصا لما بتعرف إن اسمه دييجو وبتتأكد إنه باباها. وفي لحظة قدر هاريسون يسيطر على زورو ويحطه في السجن، إلا إن إلينا بترجع تاني وبتنقذه من الحبس. وده لما هاريسون ورافائيل راحوا المنجم علشان ياخدوا الذهب ويحبسوا العمال ويفجروا المنجم وهم فيه. لكن أليخاندرو كان موجود في المنجم قبلهم وبيروح يوقف بكرة الرفع بتاع الذهب، وكده هاريسون بيضطر يوقف حبل الإشعال بتاع القنبلة، وبتبدأ مبارزة كبيرة جدا بين هاريسون وأليخاندرو. ولما بيتدخل رافائيل وبيحاول يضرب أليخاندرو بالنار بيوصل زورو في الوقت المناسب وبيمنعه، وبتقوم بين رافائيل وزورو مبارزة تانية. وقتها زورو كان خلاص على وشك يقتل رافائيل، لكن بتيجي إلينا وبتمنعه، فبيطلع رافائيل سلاحه وبيهدد زورو لو ما نزلش سيفه هيقتل إلينا. وقتها بيضطر زورو ينزل السيف، وقبل رافائيل ما يقتله بتزقه إلينا، فبيطلب زورو من إلينا تروح بسرعة تفك الناس المحبوسة. وبعدين زورو بيلاحظ إن رافائيل رجله موجودة وسط حبل آخره عربية الذهب، فبيزق زورو العربية اللي بتقع من فوق الجبل وبتاخد رافائيل معاها. وفي الناحية التانية المعركة كانت شديدة جدا بين هاريسون وأليخاندرو، لكن أليخاندرو قدر يقتل هاريسون وياخد بطاره، وكمان أنقذ الناس المحبوسة في المنجم مع إلينا قبل الانفجار، وقدروا يخرجوهم من المنجم بسلام. وبعدين بيروحوا يطمنوا على زورو اللي بيلاقوه تعبان جدا وبيموت بين إيديهم. وبعد فترة إلينا وأليخاندرو بيتجوزوا وبيخلفوا ولد جميل بيسموه جواكن. أليخاندرو بيلعب معاه وبيكون فرحان بيه جدا. لغاية هنا وبينتهي فيلمنا. لو عجبك قول لنا في الكومنتات أو اطلب الجزء الثاني. سلام.